الأعمال الإرهابية اللي دا تقوم بها تركيا على المناطق كوباني وعين عيسى وقتل الأبرياء، وتستهدف قيادات من أخوتنا وأبطال موجودين يدافعون عن المنطقة حتى يكون الأمن والاستقرار موجود. وهاي الأهداف اللي قاعد يستخدمونها ماذا يستخدمون إلا المدنيين، والعمل هذا عمل إجرامي ما يقبل به لا عاقل ولا مجنون. وإحنا نتمنى أن يكون الرأي العام العالمي له دور بوقف النزيف الدم الموجود على المناطق شمال شرق سوريا، ويكون لهم كلمة. يعني كان مجلس الأمن أو الدول المتبنية السلام يعني يكون لها كلمة. يعني موضوع يعني احنا بشمال شرق سوريا مستقرين امنيا وما نريد زعزعة القرار والامن في هذه المنطقة شمال شرق سوريا. الوضع اللي هو طبعا يقول لك المثل القديم ما يقدر على ابوي يلحق امي. فاحنا بشكل عام يعني قيادات موجودة إلها دور بالصلح بالحكمة بالإدارة، لكن هم يريدون يستنزفون الدم العربي. هاي إعادة يعني تركيا للعثمانية السابقة تريد تعيدها في هذه الأيام، وإن شاء الله تكون عصية عليها. ما تقدر طالما موجود في قوات سوريا الديمقراطية والشعب الواقف خلف هذه القيادة، راح نكون إن شاء الله حليف النصر لنا. محافظة الرقان دين نستنكر الهجمات التركية، الهجمات اللي تستهدف المدنيين وتستهدف اللي عاملين بالإدارة موظفين. يعني صار أكثر من استهداف على كوباني، على عين عيسى، على تل أبيض، على ريف الغامشلي، المناطق الحدودية. طبعا احنا شعب مسالم، والحزب العدالة والتنمية هو الحزب الإرهابي الأول بالمنطقة. هو من قام بالتعدي على الأراضي السورية واحتلال الأراضي السورية. احنا هين بالمنطقة صار اليوم التحرير كم سنة مشتغلين على تطوير المنطقة، على تحسين معيشة المنطقة، على فرض الأمن والأمان بها. ولكن الاحتلال التركي عبر دعمه للإرهاب، عمليات إرهابية، خلايا، يوجد خلايا نائمة تم القبض عليها، وأثبتت وجود بدلات عسكرية، وأثبت دعم تركي مباشر لهذه الخلايا الإرهابية. فحزب العدالة والتنمية هو من صدر الإرهاب لمناطقنا ولا زال يدعم الإرهاب، وهجر أهل منطقة تل أبيض، راس العين، المنطقة الشمالية، ريف الرقة الشمالي على طول الحدود، هجرهم والآن هم بالمخيمات. يعني هذا أكبر دليل يدل على إرهابه. أن احنا جيران، ما تعدينا على مناطق تركيا واحترمنا حق الجيرة مع تركيا، ولكن مستمر أردوغان وعصابته ومرتزقته بالهجوم على أراضينا. وأكيد هو غايته من استهداف هالشخصيات وهالمناطق إفشال التجربة الناجحة للإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا.